إن شاء الله النهاردة هنعمل تفريز ورق العنب وشهر 4 ده الموسم بتاعه، وكمان هقولك إزاي ما تقعيش في المشكلة ديت لأن أنا متأكدة إن معظمنا هيعمل نفس اللي أنا عملته. يلا بينا نشوف هنعمل إيه. ورق العنب موجود في السوق بالشكل ده، بيكون لونه فاتح وخفيف وفي نفس الوقت لما أجي أضغط عليه بلاقيه طري جدا، وطبعا ريحة العنب بتكون فيه. ده كنت عاملاه السنة اللي فاتت، وكانت مشكلته إن أنا أخدت الحبة الصغيرين دولة غسلتهم تحت الحنفية من التراب، وبعد كده نشفتهم كويس جدا بفوطة، وبعد كده لفيتهم بالاسترتش راب وعلى الفريزر على طول، وكانت دي النتيجة. وأكيد خطر في بال كل واحدة فينا إن إحنا نغسله. أما باقي الكمية فأنا جبت فوطة نظيفة وقعدت أمسح ورقة ورقة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ما فضلتش إن أنا أحطه بالتراب كده في قلب الفريزر، فكل كمية باخدها بمسحها كده وأنفض الفوطة وأرجع تاني إن أنا أمسحها، وطبعا أحط كل حجم فوق بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وكانت أحسن طريقة إن انتي ما تغسلهوش لأن هيبقى بشكله في الفيديو زي ما انتوا شايفين. بخلص كده كل الكمية بشيل منه العنقود بتاعه، وآدي كل الكمية رصيناها كده فوق بعض. هابدأ أجيب الاسترتش راب، وده كان أحلى حاجة في لف الورق العنب هو الاسترتش راب. طبعا بيحافظ عليه حلو قوي في لونه وطعمه، بيخليه ريحته كمان حلوة قوي لأنه ما بيخشلوش أي هوا. الرصة الصح بقى عشان ما يتكسرش مني ويتفتت مني إن أنا بجيبه كده، باخد الأطراف وألفها من بره لجوه بالشكل ده. هاخد كده الطرف كده لجوه، والجنب اليمين على جوه، والجنب الشمال نفس الحكاية كأني بلف صباع محشي. شايفين؟ باخد جنب اليمين مع جنب الشمال وابدأ ان انا الف واضغط اطلع اي هوا فيه زي ما انتوا شايفين. اضغطي جامد قوي علشان ما يخشلوش اي هوا. شايفين بقى؟ شايفين اللفة بالجنب عاملة ازاي؟ ولما اجي اضغط عليه كده بلاقي ان هو بيرن معايا. تاني هبدأ ان انا الف لكم برضو، ناخده برضو الاطراف كلها كده من بره لجوه، طرف اليمين مع طرف الشمال، وابدأ ان انا الف. ودي كانت احسن طريقة ان انت تحافظي عليه ان هو يكون سليم معاكي ما يكسرش ابدا. مش هنلف اي لفة وخلاص. هخلص بقى كل الكمية وهنشوفها كده مع بعض. هنعمل برضو نفس الفكرة مع العيدان بنفس الطريقة. زي ما انتوا شايفين كده هنعملها برضو بنفس الطريقة. هبدأ أجيب أي كيس كده اللي هو المغلق دوت بيكون حلو جدا، ببدأ أرص فيه كده الكمية ديت. ولو ما عندكيش الأكياس دي ممكن تستخدمي أكياس التلاجة العادية وتقفليها كويس جدا من الهواء. وأحط كده طبعا واحدة كده من العنقود معاه، وهقفلهم كويس وأرصهم كده فوق بعض. ولو ما عندكيش بتبدأي إن انت ترصيهم في أي مكان كده في الفريزر لوحديهم، ما تضغطيش عليهم في أي حاجة عشان ما يتكسروش معاكي بالشكل دوت. وادي كل الكمية. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتعليق حلو علشان يوصل لكم كل جديد. سهل وبسيط ما خدش مننا وقت خالص. واول ما بيطلع من الفريزر بنسيبوه شوية يفك معانا، وبعد كده بنغسله بمية من الحنفية، ونكون مسخنين مية سخنة بملح بليمون ونسقطه فيه على طول. بيبقى معانا حلو جدا، وبالهنا والشفا.